مسا على كل اكشنجي عظيم بيتفرج علينا. تبدا احداث فيلمنا سنه 1960 ونشوف بطل فيلمنا جورج وهو بينقل لبيت جديد علشان يعيشوا فيه هو واهله، وبنشوف قد ايه البيت معدم من اي اساسيات المفروض تكون موجوده في اي بيت. مفيش عفش ولا سراير حتى يناموا عليها، والارض بتكون مليانه ميه وكمان مفيش كهرباء. وبنعرف ان عيله جورج بتتكون من امه الين واخواته الثلاثه، وبيكون واضح قد ايه هو قريب من اخته ماري وعلاقتهم ببعض قويه. بعد ما بيستقروا في البيت بنشوف الين وهي معاها سندوتش واحد بس وبتقسمه على الولاد. قبل ما ياكلوا بيتفكروا انهم لازم يحمدوا ربنا ويشكروه على النعم، بس جورج ما بيكونش مقتنع بكلامها وبيكون كل همه انه عايز يلحق ياكل اللقمه اللي معاه وبس. وبنشوف بالليل الين وهي بتتكلم مع جورج وبتوصيه انه لما يروح المدرسه ما يتخانقش مع حد علشان ما يسقطش تاني ويعيد السنه. وبيروح جورج للمدرسه تاني يوم، وبنشوف قد ايه في فرق السن باين بينه وبين زمايله اللي في الفصل، وده بسبب انه كان بيسقط وبيكون لابس هدوم شكلها مش كويس وجزمته متقطعه. ولما المدرسه اللي في الفصل بتسال سؤال وبتطلب من حد انه يجاوب بيكون جورج من ضمن اللي عايزين يجاوب. اول ما بتشوف هدومه وبتبص على جزمته بتحتقره وما بترضاش تخليه يجاوب، وجورج بيزعل لما بيشوف كده. بعدها بيخرجوا الطلبه كلهم علشان ياكلوا، وبيكون كل واحد قاعد ومعاه اكل، لكن جورج الوحيد اللي ما بيكونش معاه وقاعد مش بياكل. وعلشان هو فقير بيبداوا زمايله يتريقوا عليه بسبب انه قاعد جعان ومش بياكل. واحد منهم بيهزقه وبيرمي له اللي باقي من اكله على الارض وبيقول له انه فقير، وبيخلي زمايله اللي موجودين كلهم يضحكوا عليه. بيقوم جورج وبيمسك الولد ده وبيضربه بيخلي وشه يجيب دم. ولما المدرسه بتيجي علشان تشوف ايه اللي حصل بيجري جورج بسرعه. وبعد كده بنوصل وجورج بقى شاب كبير وبتكون شغلته عباره عن انه بيقف يستنى الناس تخرج وهي سكرانه علشان يسرق اللي معاهم، لحد ما فيهم بيكون في ضابط نصب له فخ وبيعمل كانه سكران. ولما بيروح جورج علشان يسرقه بيجري وراه علشان يقبض عليه، بس جورج بيقدر يهرب منه وبيستخبى. بعدها بيكون جورج ماشي في الشارع وبيشوف اعلان على التلفزيون عن معسكر للشباب من سن 16 ل 22 في كاليفورنيا، وبيكون مكان بيعلموا فيه الشباب مهارات تخليهم يعرفوا يشتغلوا بيها، وبيوفر لهم اكل وشرب وهدوم نظيفه، وكمان بيدوا للشباب فلوس على كل حاجه جديده بيتعلموها. وطبعا دي فرصه كويسه لجورج انه هيلاقي مكان يقدر ياكل وينام فيه احسن من البيت اللي هو عايش فيه، على الاقل مش هيضطر انه يسرق تاني. فبيروح وبيقدم انه عايز يكون في المعسكر ده بعد ما بيحكي لامه عليه، وبتوافق انه يروح على شرط انه ما يرجع لهاش غير وهو محقق حاجه مهمه. بنشوف جورج وهو داخل المعسكر وبيدوله الهدوم اللي هيلبسها وبيقولوا له على كل التعليمات. واول ما بيدخل وبيفتح شنطته بيلاقي فيها جزمه جديده بيكون امه شاريها له هديه علشان تفاجئوا بيها، وكاتبه له في رساله انها بتحبه وبيشجعه انه يكون بطل. وبنشوف جورج بعد كده وهو بيجرب يتعلم حاجات مختلفه بس ما بيكونش فالح فيها. بعدها بيبص على شنطته بيلاقي ان الجزمه اللي كانت معاه اتسرقت، فبيروح يحكي لارشي صاحبه اللي اتعرف عليه في المعسكر وبيقول له ان في حد سرق جزمته، وبيقترح عليه ارشي انهم يروحوا يبلغوا في المعسكر. بس فجاه هم بيتكلموا بيلمح جورج الجزمه في رجل واحد من اللي في المعسكر وبيعرف ان هو اللي سرقها. اول ما الراجل ده بيشوفه بيجري جورج وراه لحد ما بيوصل لاوضه بيقفل على نفسه الباب، بس جورج بضربه واحده بيقدر انه يكسر الباب ده وبيمسكه يضربه. بيجي راجل اسمه ديو وبيقرر انه يمشي جورج من المعسكر بسبب المشاكل اللي هو بيعملها. وبينزل ديو علشان يوصل جورج علشان بيكون عارف ان هو مش معاه تمن التذكره اللي هتروحه حتى للبيت. وبيفضل جورج يتحايل عليه انه مش عايز يسيب المعسكر وبيقول ان المكان ده هو امله الوحيد في انه يبقى انسان كويس ويعيش حياه احسن من اللي كان عايشها وهيقدر يحقق فيه حاجه. وفي وسط ما هو بيتكلم بيلاقي ديو بيلف بالعربيه وبيرجع بيه المعسكر تاني علشان بيصعب عليه وبيقول له ان هو هيعلمه الملاكمه علشان هو شايف فيه انه هيقدر يكون لاعب كويس. وبنكتشف ان ديو كان لاعب ملاكمه وبقى مدرب، وبياخد جورج تاني يوم علشان يبدا يمرنه وبيبتدي يقول له قوانين الملاكمه وبيفهموا ان اللعبه دي مش معموله علشان حد يقتل التاني، وانها مجرد رياضه بتتلعب بين اتنين علشان يحددوا مين فيهم احرف من التاني. وبيلعب جورج اول ماتش وبيكون مع لاعب اسمه رويس وبيخسر جورج في الماتش ده، والناس اللي بتتفرج على الماتش بتفضل تتريق عليه وهو بيتعصب وبيخرج. ولما بيروح له ديو بيفضل يقول ان هو السبب وبيكون محبط جدا، بس ديو بيطمنه بيقول له ان رويس من 6 شهور بالظبط ما كانش يقدر يضربه ضربه واحده من اللي ضربها له في الماتش، وان هو اللي درب رويس ومش من الصعب عليه انه يدربه هو كمان ويخليه احسن منه. بعد كده بنشوف جورج وهو بيكلم امه وبيقول له انه بقى يلعب ملاكمه، بس هي بتعترض وبتقول له ان هي مش عايزاه يلعب اللعبه دي علشان ما يضربش حد، بس هو بيفهمها ان دي لعبه فيها قوانين معينه ومستحيل ان حد يتاذي بسببها. بعدها بنشوف جورج وهو بيبدا يتمرن مع ديو، وديو طول الوقت بيفضل يدي له نصايح تساعده انه يلعب صح، وبيقول له ان اللي اهم من
انك تكون بتضرب كويس وانك تشغل عقلك في اللعبه دي علشان تقدر تكون بطل. وبيسمع جورج لكل كلمه دي وبيعلمها له، وبيتمرن بشكل كويس وبيلعب ماتش تاني مع رويس وبيكسب جورج الماتش ده. وبيروح تاني يوم لديو المكتب وبيكتشف ان ديو كان ملاكم مشهور ومعاه ميداليات كتير، بس هو اللي قرر يغير مساره ويبقى شغال في المعسكر ده. وبيكون واضح لجورج قد ايه بقى متعلق بالملاكمه، عايز يطور من نفسه فيها اكتر، وبيسال ديو امتى هيبقى بطل العالم. بس ديو بيقول له انه علشان يوصل للبطوله لازم يدخل ماتشات دوريه كتير وبعدها يبقى يشارك في البطولات الكبيره. وبيعرف جورج من ديو ان اول بطوله ممكن يلعب فيها تكون بعد سنه من دلوقتي، فبيقول لديو انه عنده استعداد يشارك فيها، بس ديو بيتريق عليه وبيقول له انه مستحيل يقدر يتمرن في السنه دي، بس وخصوصا انه لسه لاعب اول ماتش في حياته من يوم واحد. وبيتعدي الايام وبنشوف جورج وهو بعد السنه بيلعب في الاولمبياد ماتش المكسيكو، واللي بيلعب قصاده في الماتش بيكون لاعب روسي لعب في حياته اكتر من 200 ماتش، فالطبيعي انه اكيد هو اللي هيكسب. لكن المفاجاه ان اللي بيكسب في الماتش ده هو جورج، وبيكون اول ولد عنده 19 سنه يكسب الميداليه الذهبيه، واخواته كلهم بيكونوا مبسوطين بيه وهم بيتفرجوا، لكن ما كانتش مبسوطه بسبب انها ما كانتش عايزه تشوفه في يوم من الايام بيلعب رياضه عنيفه لدرجه انها ما كانتش قادره تتفرج على الماتش. وبعد الماتش بيكون جورج فرحان لدرجه انه طول الوقت ماشي وهو معلق الميداليه على رقبته، ولما بيروح لاصحابه بيقولوا له انهم متضايقين منه بسبب انه رفع علم امريكا في الماتش، وما بيقتلوا الناس في بلدهم. وبيرجع جورج لامه وبيحكي لها اللي حصل معاهم، فبتقول انه ما يشيلش هم، وبيتفكروا ان هو ساب البلد وهو ما كانش معاه حاجه ورجع بميداليه ذهبيه، فالطبيعي ان ما حدش يحب له الخير، لازم يضايقوه. وبيوعدهم انه يكسب الحزام الذهبي، وقتها الناس هتحترمه اكتر، بس هي بيكون لسه عندي رايها وانها مش عايزاه يكمل في الملاكمه علشان ما يأذيش حد، بس هو بيكمل في طريقه. وبنشوفه بعدها وهو في اوكلاندا وبيشوف في المطار بنت جميله اسمها بولا، بيعجب بيها جدا وبيروح علشان يتعرف عليها وبياخد رقمها، وبعدها بيمشي علشان يروح لكابتن ديو، وديو بيعرفه على ديك سادلر، وبنعرف انه هيكون مدرب جديد ليه واللي هيتفق له على الماتشا، وارتشيمور اللي هيدربه برضه. وبنعرف انه كان بطل العالم في الوزن الخفيف. وبعد ما جورج بيتعرف عليهم بيلاقي البطل سوني ليستون وهو موجود بيتدرب في نفس المكان ده، وبيقول له سيد انهم ما بيدربوش هنا غير الابطال. بعدها بيبدا جورج يجهز نفسه علشان يلعب مع الملاكم العالمي جو فريجر، واللي بنعرف انه من المستحيل حد يلعب قصاده ويعرف يكسبه، لدرجه ان في ماتش كان بينه هو ومحمد علي وهو اللي كسب الماتش ده. فبيتمرن كتير علشان يقدر يكون جاهز للماتش ده، وبيفضل يلعب ماتشات وديه ويفوز بيها، وفي وسط كل النجاحات اللي بيحققها بيتجوز بولا. وبعدها بيوصل ليوم الماتش اللي هيلاعب فيه جو، والكل بيكون متأكد ان جو هو اللي هيفوز، بس الماتش بيبدأ وبيلعب جورج بأداء الكل كان معجب بيه، وقدر ان هو اللي يكسب الماتش ويفوز بالحزام الذهبي. بعد الماتش ده حياة جورج بتتغير، وبيروح يتفق مع ارش انه يكون مدير اعماله، على الرغم ان ارش طول الوقت بيكون سكران ومش هيكون قد المسؤولية دي، وبيشتري بيت لاهله علشان يعيشوا فيه، وهو كمان بيكون عايش في بيت كبير علشان يعوض اللي اتحرم منه وهو صغير. وبيكون هو وبولا خلفوا بنته، بيكون واضح عليه انه طول الوقت ما بيكونش مهتم بيها، وحياته اتحولت باعتبارها عن الشغل والماتشات والبنات اللي بيتعرف عليهم. وفي يوم بنشوفه وهو متجمع في البيت مع اهله ومراته وارش، وتفاجئهم اخته ماري انها حامل وهتخلف طفل، وبيتبسطوا كلهم بالخبر ده. وقت ما بيبداوا ياكلوا بيتفكروا امه انه لازم يحمد ربنا على النعم زي ما كانت معوداه هو واخواته من وهم صغيرين، بس جورج ما بيكونش مقتنع لسه بكلامها ومش مؤمن بوجود ربنا، بيقول ان هو اللي بيشتري الاكل وبيجيب النعم دي. وفي الوقت ده بولا بتسمع تليفون البيت وهو بيرن، لما بتدخل تشوف مين بتلاقي بنت من البنات اللي يعرفهم جورج هي اللي على الخط، فبتتخانق معاه وهو ما بيكونش عارف يبص في وشها. بعدها بيحضر نفسه علشان يلعب الماتش اللي محمد علي تحداه فيه، وفضل يقول على جورج انه ملاكم فقير ومستحيل يقدر يكسبه. وبيبدا الماتش بينهم وبيكون جورج مسيطر عليه الغرور ومتاكد ان هو هيكسب كالعاده، وبيكون ماتش قوي جدا. وبسبب غرور جورج وانه ما كانش بيسمع التوجيهات دي وليه خسر الماتش، ومحمد علي هو اللي كسبه في الاخر. ومن بعد الماتش ده وكل حاجه باظت، ولا قررت انها مش هتعيش معاه تاني، طلبت منه الطلاق بسبب انه طول الوقت عايش بعيد عنها هي والبنت. وبيرفض ارشي مدير اعماله الكابتن ديو وبيقول انهم السبب في خسارته. ومن بعد ماتش محمد علي بنشوفه وهو وحيد وطول الوقت لحد ما بيجيله فكره انه يلعب ماتش قصاد 5 ملاكمين علشان يثبت لنفسه ان هو لسه ملاكم قوي. لما بيلعب الماتش ده بيخسر هو كمان بسبب ان كل المشجعين كانوا بيشجعوا باسم محمد علي اللي كان بيعلق على الماتش ده، وخلى جورج يتضايق اكتر وما يعرفش يلعب كويس ويكسب الماتش. وبيطلب من محمد علي انه يلعب معاه ماتش تاني، بس بيرد عليه وبيقول له ان هو ما بيلعبش مع حد خسر قبل كده.
وبعد الماتش بيجي لجورج خبر ان اخته ماري بتولد في المستشفى وحالتها خطر هي وابنها، والدكتور بيقول لهم انهم محتاجين معجزه علشان يقدروا يعيشوا. ولما بيوصل للمستشفى بيقول لهم انه عنده استعداد يدفع للدكاتره فلوسه كلها بس يلاقوا حل علشان يكونوا كويسين. بتقول ان مفيش اي حاجه هتقدر تساعدهم غير انهم يدعوا ربنا. بيدخل جورج الاوضه فاضيه وبنشوفه لاول مره في حياته وهو بيطلب من ربنا حاجه وبقى مؤمن بوجوده، وبيفضل يدعي ان اخته وابنها يكونوا كويسين، وبيطلب من ربنا ان لو في حد يموت فيكون هو واخته وابنها يفضلوا كويسين. وبيفضل يدعي ويعيط لحد ما بيروح في النوم وبنشوف امه وهي جايه تصحيه وبتقول ان المعجزه حصلت وماري وابنها بقوا كويسين. بيدخل جورج لاخته علشان يطمن عليها وبتقول انها متاكده انها فاقت لما دعا لربنا، بتقول انها سمت ابنها جورج على اسمه. وبيرجع جورج للماتشات وكل ما بيلعب ماتش بيخسر فيه لحد ما بيجي ماتش بعد ما بيخسر فيه وبيدخل اوضه اللبس وبيجروا وراه مدربينه. بيكون واقف في الاوضه وفجاه بيتهيأله ان في حد بيكلمه وبيفضل يزعق جورج ومدربينه ما بيكونوش فاهمين حاجه، وفي ثانيه بيلاقوا جورج اغمى عليه. بنكتشف بعدها بشويه ان جورج مات والروح رجعت له تاني. لما بيصحى بيعرف ان ربنا هو اللي حياه من تاني وبيقرر انه يعيش حياته بعد كده علشان يعبد ربنا وهيعتزل الملاكمه. وكان طول الوقت بيحكي اللي حصل له للناس علشان يديهم موعظه من القصه دي ويقول لهم ان مفيش حاجه تستاهل ان حد يضيع حياته فيها غير طريق ربنا. ودي ما بيكونش موافق انه يعتزل الملاكمه وبيروح يتكلم معاه علشان يقنعه انه ما يخسرش كل حاجه، بس جورج بيكون واخد قرار ومش هيرجع فيه. وبيروح بعدها يصالح محمد علي وبيطلب منه يسامحه لانه كان ناوي يقتله، بيسامحه وبيبقوا صحاب. وبعدها بيروح لبولا هي كمان علشان يطلب منها تسامحه وبيسامحه فعلا، بس ما بترضاش انها ترجع تعيش معاه. وبعدها بيتعرف على واحده اسمها جيني اللي بيكون طول الوقت موجوده في الكنيسه وبياخدها يوريها الكنيسه وبيقول لها انه هيشتري الكنيسه دي. وبتعدي السنين وبنشوف جورج بعد 7 سنين وهو متجوز جيني ومعاهم ولد، وبنعرف انه بقى القسيس في الكنيسه بتاعته وفي حياته علشان يوعظ الناس ويساعدهم يقربوا لطريق ربنا. في يوم بتيجي ست وتطلب منه انه يعلم حفيدها الملاكمه بس ما بيرضاش وبيقول لها انه اعتزل. بعدها باسبوع وهو في البيت بيشوف في التليفون خبر ان الولد اللي جدته طلبت منه انه يعلمه الملاكمه وهو ما وافقش بقى مجرم واتقبض عليه. فبيحس جورج بتأنيب الضمير وبيقول ان هو كان في ايده يساعد الولد ده ويخليه ملاكم، ساعتها ما كانش هيلجأ لاي حاجه توصله انه يتسجن في الاخر. وبيقرر في اللحظه دي انه يعمل صاله علشان يمرن فيها الشباب على الملاكمه، وبياخد درس وبيلاقوا مكان فعلا وبيجهزوه في وقت قليل وبيبدا يمرن الشباب الصغيرين. بعد شويه بيكتشف ان ارش خانه سرق كل فلوسه ويضيعها على القمار والخمره اللي بيشرب. وفي الوقت ده بيكون جورج مش معاه اي فلوس تساعده انه يكمل في المكان اللي عمله علشان يتمرن فيه، بس بيقرر انه يتصرف علشان ما يخيبش امل كل اللي وثقوا فيه وبيمرنه. وبدا يعمل اعلانات طبخ علشان فلوسها تساعد، بس اللي بيكسبوا من الاعلانات دي ما كانش بيكفي انه يسد اي حاجه. فبيقرر يرجع للملاكمه تاني ويلعب ماتشات علشان محتاج للفلوس. ولما بيرجعوا لديو علشان يساعده ما بيرضاش ويقول له ان هو كبر ووزنه ما يسمحلوش يلعب ملاكمه. ولما بيلاقي ان جورج مصمم انه يرجع ملاكم بيمر انه ينزل وزنه ل 121 كيلو وبعدها يبدا يمرنه. فلما بينجح جورج انه يوصل للوزن ده بعد مجهود كبير بيمرنه ديو، بس بيلاقي ان جورج سنه فعلا ما يسمحلوش انه يلاكم تاني. وفي يوم جيني مراته بتحلم ان هو كسب ماتش ملاكمه وبتصحى تحكي له الحلم ده وبيقرر انه يلعب ماتش مهم ويرجع تاني بعد 10 سنين الوقت اللي لعب فيه اخر ماتش. بنشوف جورج وهو بيكسب الماتش ده ورجوعه للملاكمه بعد السنين دي كلها. الناس كلها كانت بتتكلم عنه وبطولاته بتفضل تزيد وبيقدر انه يسدد الديون اللي كان ارش السبب فيها بعد ما بيكون حسابه في البنك بقى 10 مليون دولار. وبيخلص فيلمنا باخر ماتش واللي بيكون بين جورج اللي عمره بقى 45 وبين لاعب شاب محترف، وبيكون احتماليه ان جورج هو اللي يكسب الماتش ده شبه مستحيله بسبب سنه، وكمان اللاعب اللي معاه عمره ما خسر في ماتش ليه. بس المفاجاه ان جورج هو اللي بيكسب وبياخد بطوله العالم. وبنكتشف ان السن ما يقدرش يتحكم في اي حد عنده هدف هو مصمم انه يحققه.